ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. هنعمل النهارده مربى الجزر لكل اللي عارفها وبيحبها. هنعملها النهارده بطريقه بسيطه، بطريقه لذيذه، ومش هتاخد منك وقت خالص. معانا هقول لكم مقادير الكيلو، والمقادير برضو هكتبها لكم في الديسكريبشن. معانا كيلو من الجزر، وعليه نص كيلو سكر. طبعا في اضافات تانية بس بنضيفها على النار، بس ده مبدئيا ان المقادير بتاعتها كيلو الجزر عليه نص كيلو سكر. بنغسل الجزر ونشيل القشرة اللي هي البسيطة اللي بره، وبعدين بنبشره كويس اللي هي زي ما انتم شايفين كده. وبعدين بنحط كوباية مية او كوباية عصير برتقان، لو عندك، مش عندك حطي مية. الكوباية حوالي 250 ملي، وبنحط عليها 500 جرام من السكر. طبعا بنديها تقليبة قبل ما بنشغل عليها النار. درجة الحرارة بتاعت التسوية بتبقى متوسطة، يعني خلي العين على التوطية العادية، ولا واطي قوي ولا عالي قوي، عشان تستوي براحتها ويبقى طعمها فيها ولونها ما يغيرش. بس مدة التسوية كلها هتكون ساعة وربع لساعة ونص، على حسب ما المربى معاكي تطلع بالقوام اللي انت عايزاه. بس كل نص ساعة بنكشف عليها ونقلب. طبعا بنغطيها، ما بنسيبهاش كده علشان الفايدة بتاعت الجزر ما تطلعش في البخار. كل نص ساعة بنطلعها ونقلبها بحيث ان اللي تحت يبقى مستوي زي اللي فوق. بعد ساعة من التسوية بنضيف معلقة كبيرة من عصير الليمون، ومعلقة كبيرة من سكر الجلوكوز. سكر الجلوكوز بنلاقيه فين؟ بنلاقيه عند محلات المستلزمات بتاعت الحلويات، او من عند العطار. انا جايباه من عند العطار. تقريبا البرطمان اللي هو ال 500 ملي تقريبا عامل 15 جنيه او 16 جنيه، مش فاكره. بس بنحط منه معلقه واحده، وما تخافوش خالص، سكر الجلوكوز بيبقى امن جدا وما فيهوش اي حاجه. يعني احنا لو استخدمناه في الحلويات مكان السكر بيبقى افضل. بس بنقلبه بقى كده تقليبه، وبرده بنغطيها لحد ما المربى معايا تتقل. لو مش حابة تضيفي سكر جلوكوز، او مش متاح عندك، او عايزة تستخدمي مكانه سكر افضل، بنحط ربع كيلو سكر، يعني كيلو الا ربع للكيلو. اول ما نحس ان هي خلاص كده تقلت، بنعمل لها كده تيست او اختبار. بنجيب طبق ونحط فيه معلقة من المربى. بنشوف بقى هل المية لسه سايلة فيها ولا جمدت ولا دنيتها ايه. يعني لو هي لسه اصلا ما جمدتش او ما عملتش قوام المربى، هتلاقي المية ايه، يعني نزلت منها يمين نزلت منها شمال، هتعرفي ان هي كده ايه لسه قدامها شوية. انما هي كده خلاص معانا جاهزة. بنسيبها بقى تبرد، بنرفعها من على النار وبنسيبها تبرد براحتها. وبعدين بنحطها في البرطمانات، ويا ريت يكون ازاز عشان تحافظي على اللون. بيفضل اللون زي ما هو، بيفضل الطعم زي ما هو. وتبقي محافظة عليها كويس. قعدت معاكي بقى كتير، بتقعد كتير يعني في التلاجة، ولا بتبوظ ولا أي حاجة. بس هنا بقى كل ما بتبرد كل ما قوامها بيتقل كمان، وبتبقى شبه المربى اللي احنا بنجيبها من بره. انا هوريها لكم بعد ما قعدت يوم كامل في التلاجة. طبعا هنا بنقفل عليها كويس بالغطا علشان تحتفظ بلونها وتبقى كويسة. بس ده كده خلاص خلصناها، وهندخلها بقى التلاجة. تاني يوم هوريكم برضو القوام بتاعها. كل ما بتتعرض للحرارة اللي هي زي التلاجة يعني بتبقى كويسة وبتجمد. بس تاني يوم بقى كنت بحضر فطار، وقلت لا لازم اوريكم قوام المربى عامل ازاي. تحفة بجد تحفة، والا طعمها. السكر فيها مظبوط، قوامها مظبوط، كل حاجة فيها مظبوطة، وطريقتها سهلة، وان شاء الله تظبط معاكي ما تخيبش يعني. انا الحمد لله من اول مرة عملتها ظبطت معايا. وده كان الفيديو بتاع النهاردة، ولو عجبك اعملوا لايك للفيديو، واستنوني في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله. باي باي.